السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كي بقيتو مزيان؟ اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد مجموعه من الوصفات. هذا الاسبوع غادي تكون ديال الوجه وديال الشعر بجوج، يعني الوجه والشعر. ولا كانت شي وصفه خصني نشاركها معكم سواء اليدين او الرجلين، خليوها لي في التعليق ونشارك معكم اللي بغيتو. المهم غادي نشارك معكم واحد الوصفه. نشارك معكم اليوم ان شاء الله الكوماج، ومن بعد غيكون الفيديو القادم اللي غادي يتبعوا وصفه. هاد الكوماج هذا غادي نستعملوه مره واحده في الاسبوع. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش البشره حساسه، يعني ملي كنقولوا حساسه يعني كتكون اين فوا كدير لها شي حاجه كاين فيها الحبوب او فيها حب الشباب، او انها يعني كتكون حساسه بزاف. اما الناس اللي عندهم بشره عاديه يعني ما فيهاش الحبوب، هما اللي يديروا هذا الكوماج. وفي الفيديوهات القادمه ان شاء الله غادي نعطيكم وصفه ديال الكوماج ديال الناس اللي عندهم البشره حساسه. ندوزو مباشره للفيديو. ديما غنبقى نعطيكم وصفات ونخليهم عندكم هنا في لاشين باش تبقاو ديروها. عندي هنا السكر سنيده. بالنسبه للناس اللي يقولوا لي كتجرح البشره، استعملوها بالطريقه اللي انا غادي نقول لكم ان شاء الله ويكون خير. ما تجرح لكم لا بشره لا والو. عندي هنا القهوه، انا جبتها بقرعتها باش تعرفوا بان هذه اللي كنشربوا. بالنسبه للناس اللي عندهم تفل كيجمعوه، هذاك اللي كان يكون كيتجمع لينا في ديك الغلاقه ديال القطاره، ولا دوك اللي كابسول ولا هذا تقدروا تستعملوهم. غنستعمل هكا ملعقه واحده كبيره. هنا كديري الوجه والعنق. المهم درنا القهوه، درنا السكر سنيده. دابا ندوزو واحد المكون اللي انا كنشوفو انه ضروري في هذه الوصفه هذه، وكيف ما قلت لكم راه مره واحده في الاسبوع اللي غادي نديروه. بالنسبه للناس اللي غادي يخافوا على البشره ديالهم، انا نقول لكم شنو يوقع لكم ملي ديروه وما يديروش، ولكن انا كنديرو. هانتوما راس المعلق ديال القرفه تكون مطحونه على اليد بكثره ما مجهده. حلت لي هنايا انا غير كملوا معايا الوصفه ما شاء الله غادي تفهموا كلشي. عندي هذا العسل، وانا جايبه كلشي ما فيا ما نبقى ندير واحد المعلقه واحده، ما نديرش بزاف، ملعقه واحده. انا بالنسبه لي غادي ندير زيت الزيتون ولا ديروا زيت الكوك صافي، ولا زيت اللوز اللي عنده شي حاجه يديرها. الكميه ديال انا المهم غادي ندير واحد معلقه هكا كبيره. غادي نخلط ونشوف الكثافه ديال الماسك كيفاش. صافي هكا كتبقاو تحركوا. المهم درت واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، يعني هنا انا كنشوف راه باقي خصو الزيت. هانتوما يعني كيكون سهل انك تقبطيه وتابليكيه. المهم غادي نديروه هنايا باش ديك السنيده اللي كيخافوا بزاف الناس على انها تجرح ليهم البشره ديالهم، غادي نخليوه هنا في الزلافه واحد ل4 دقائق حتى ل5 دقائق، 6 دقائق. شنو اللي تيوقع ان دوك الحبيبات ما تيبقاوش حورش، تيرطابوا، وبالتالي واخا ديري البشره ديالك ولا العنق ديالك راه ما كيدير لك حتى شي حاجه. هذا الماسك هذا غادي نديروه للبشره نظيفه بطبيعه الحال، كتكون مغسوله. بالنسبه للناس اللي شفت في التيك توك تيديروا زيت الخروع مع شي زيت وتيغسلوا بها وجههم. المهم انا غادي نهضر لكم على هذا الموضوع هذا لانه خطير وخطير جدا، باش ما تبقاوش عفاكم غير اللي سمعتوها ديروها. المهم هو هذا كتخلوه واحد 5 دقائق حتى 6 دقائق هنا في الزليفه مخلط. من بعد كتنظفوا البشره ديالكم وكديروه للوجه ديالكم والرقبه. انا ما كنفضل انكم ديروا لي ماسك للوجه والعنق. علاش؟ باش كيكون عندكم اللون موحد، لان سبحان الله العظيم ملي كتبقاو ديروا لي ماسك للوجه ديالكم راه تيصفاو. ولكن ان فوا نتوما كتحبسوا هاد لي ماسك راكم كتلاحظوا ان الوجه كيبهات، ومنهم انا لاحظت هذا الموضوع هذا. ولكن الا درتي غير وجهك راه تيكون عندك فرق بين الوجه والعنق. لا، ديروا العنق حتى هو كيحتاج الرعايه، وكذلك الوجه. وسبحان الله العظيم راه العنق حتى هو كيتعرض للتجاعيد. بالنسبه للناس اللي كيخافوا من التجاعيد
كتخليو هذا الماسك هذا 15 دقيقه على وجهكم. مني كتخليو 15 دقيقه، مني كتجيو انكم تحيدوه كديروا حركات دائريه للوجه ديالكم والعنق اللي كتكون خفيفه، ماشي كتوركوا على اليد ديالكم، لا، بطريقه اللي هي خفيفه. من بعد تغسلوا الوجه ديالكم بشي صابون اللي نتوما كتستعملوه، يعني الغسول ديال الوجه ولا صابون اللي نتوما كديروه. من بعد ما تغسلوا وجهكم غادي ديروا هذا الماسك من موراه بالنسبه للناس اللي بغاو يزيدوا يغديو البشره وكذلك يصفيوها. انا غادي ندير الماسك اللي غتلقاوه الفيديو اخر باش ما يجيكمش الفيديو طويل. دونك هنايا شنو بالنسبه للقرفه، راه ملي غادي تغسلوا وجهكم راه غادي تلاحظوا وجهكم احمر. ما تخافوش وما ديروا حتى شي حاجه. اين فوا غادي تغسلوا وجهكم غسلوه بالماء بارد، ماشي سخون، الماء بارد. الا كان الثلاجه مزيان باش البشره كتشد. انتم عارفين انا ديما كنصحكم انكم تغسلوا وجهكم بالماء بارد، ما كانش غير الماء الروبيني، يعني ما تسخنوش الماء، ما تدفيوهش نهائيا. يعني كتغسلوا وجهكم راه تيحمر، ما تخافوش، راه غير الدوره الدمويه ديال الوجه كتنشط. هادشي علاش انا نقول لكم القرفه خصكم ديروها، يعني كتنشطوا الدوره الدمويه ديال الوجه صافي. وحتى هي راه عندها فوائد اخرى للبشره. راه ما قويتش، درت راس المعلق ومع ذلك غتخلي وجهي يحمر. راني غادي ندير هادشي مع نسالي معكم. غادي نحيد هاد الحويجات لانه القهوه كتعرفوا كتكرفس على الحوايج، وغادي نديرها لوجهي والعنقي وغادي نخليها 20 دقيقه 15 دقيقه. ومن بعد غادي نغسل وجهي باش ندير الماسك اللي غنطبقوا معكم في الفيديو القادم ان شاء الله. خليكم دابا ها الفيديو ديال الكوماج هو هذا، وان شاء الله الفيديو القادم غادي يكون ديال الماسك. مع السلامه.